رامي تل في مجاله ده سيطرة. يا مساء الخير ويا صباح الخير وكل عام وانتم بخير. معانا عظمه على عظمه على عظمه داخل مطبخ المطريه الاهليه، عروستنا الجميله الكيوت والناس المحترمين جدا. كل التحيه والتقدير ليهم على كرم الضيافه وعلى حسن الاستقبال. عملنا مطبخ اوبن مفتوح مع مطبخ يحافظ على الخصوصيه داخل المكان، علشان طبعا احنا في مكان مفتوح وفي ريسبشن وفي استقبال وكده. وعملنا المطبخ المفتوح علشان معانا اجهزه كتير جوه هتشوفوها دلوقتي، معانا استخدامات كتير جوه هتشوفوها دلوقتي. فبناء على كده طلبوا مننا ان احنا نبتكر ونطلع حاجه من الحاجات بتاعتنا الجميله. عملنا نيشين، هنا نيش على الدخله اليمين ونيش على الدخله الشمال لاستخدامات الديكور الجميله، والباب طبعا الفاصل الجميل بالمرايه الحلوه الجميله دي فتحناها هتنور مطبخنا وهتنور نشنا وهيبقى الوضع مختلف تماما. هنا بقى العظمه والابداع والخيال اللي اصبح حقيقه. الخيال اللي اصبح حقيقه ليه؟ علشان اصلا المطبخ ده استلمناه على المحاره، يعتبر على البلاط القديم. كان المفروض ان في حاجات متكسره وحاجات متدغدغه، وهدينا حائط زي ما وريناكم، بنينا حائط تاني هنا في مساحه الباب. العرض معايا هنا 2 متر او متر و90 بالظبط، تمام. غير معايا طبعا كاميرا هنا عمود رادد معايا مساحه او مقلل معايا المساحه الصغيره دي، ومعايا التلاجة ومعايا الفرن ومعايا الميكروويف ومعايا طبعا الحوض ومعايا طبعا غسالة الاطباق، معايا بوتاجاز بلت ان، معايا مكان لازم يستغل للادراج، مكان يستغل للثوم والبصل. محتاج مساحة اشتغل عليها وانا مرتاح، محتاج مساحة احافظ عليها لو معايا حد هيشتغل داخل المطبخ. كل ده كان تفكير وتركيز كبير قوي لازم نفكر فيه. لما نقفل مطبخنا بقى كده علينا، تمام، طبعا الاضاءه بتقفل معانا. في هنا ابتكار تاني ان انا اعيد النور معايا، تمام. ده لو انا داخل المطبخ وفي نفس الوقت عايز اقفل مطبخي على نفسي واخد الجو الهادي الجميل ده. عملنا هنا زي ما قلنا تلاجتنا. طبعا لو كنا سيبنا الوضع هنا كان اساسا الباب كان في الاتجاه ده، يعني كان الاول هنا الحائط مقفول معايا والدخول كان من الباب ده، ما كنتش اقدر احط التلاجة داخل المطبخ خالص، ادور لها على مكان مستحيل، كانت قفلت الدنيا كلها. فبناء على كده طلبنا من العملاء بتوعنا ان احنا نبني المساحه اللي ورا دي اللي هي بتاعه الباب، وبنفس الوقت ناخد منها مساحه بسيطه صغيره خالص بحيث ان احنا نقدر نحافظ على العمق بتاعنا، لان التلاجة دي عمقها كبير شويه، لان هي بتفتح على الزاويه 45 الكامله على الوضع ده. بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك لهم، حاجه عظيمه وفخمه جدا، ربنا يبارك لهم ويسعدهم يا رب. هنا بقى الادراج العميقه للحلل والاستخدامات الكتير، وهنا برضه تاني، تمام. وهنا مكان كمان للحلل للغطاء بتاع الحله، يعني غطيان الحله تتحط هنا، وهنا يتحط معايا الحلل ان كان طقم كامل، وهنا برضو حلل لطقم كامل. وهنا مكان الفرن البلت ان الجميل تبع البوتاجاز البلت ان اللذيذ، هنا استخدامه كامل لتحت، وطبعا في مساحه وانا واقف اقدر اتحرك بكل سلاسه مفيش اي مشاكل. هنا مكان الميكروويف وفتحته اللذيذه بكل سلاسه ما يعرضش معايا. وطبعا المنطقتين دول ابتكرناهم بحيث ان احنا نقدر ان احنا نطلع الشكل، علشان طبعا احنا محافظين على عرض الفرن وعرض الميكروويف صغير. هنا في ابتكار جديد، تعالى معايا نشوفه مع بعض. هنا في مكان للصواني، هنا تقدر تخزن الصواني بتاعتها كلها بدون مشاكل. هنا العمق بتاعنا 60 سم طبعا كتخزين كبير وعميق ما شاء الله. طيب ايه تاني؟ هنا عملنا منطقة الرخامة الجميلة دي مع الحوض. طبعا عارفين ان انا بعشق موضوع الرخامة الدبل،
بالنسبه لوقت ما تكون بتغسل او بتنظف او كده، المنطقه العاليه دي بترد معانا الميه، ما يحصلش معانا اي تسريبات خارجيه، ما يحصلش اي تسريبات في الارض، خصوصا طبعا في الوقت ده مفيش بلعات في المطبخ بتبقى شايله هم المسيح والغسيل والحاجات دي. عملنا تحت منطقه الباسكت 2 هين باسكت، تمام. نفتح الضلفه كده بتطلع معانا، نقفل بكل سلاسه كده، بتقفل معايا الضلفه. وهنا مكان المنظفات الداخليه، وهنا طبعا طلبوا يكون في رف برضه كاستخدام، تمام. ان شاء الله الخلاط هنا معمول له فتحه، هنا مكان الفلتر معمول له فتحه. كان حصل شويه كلام كده ان الحله المفروض تبقى اكبر من كده وتبقى مساحتها كبيره. انا بالنسبه لي متعمد ان الحله تكون في المكان ده، تمام، علشان اقدر ان انا احافظ هنا على الدولاب. هنعمل هنا الرخام يكون داير معايا في المنطقه ديت، وفي نفس الوقت غسالة الاطباق هتكون معايا في المنطقه دي، يبقى المنطقه دي كلها خاصه بالغسيل. في هنا اغسلي وطرطشي واعملي اللي نفسك فيه كله، مفيش مشكله. عملت فاصل هنا اللي هي الركنيه البسيطه دي، تمام. الفاصل ده عملناه طبعا كتخزين عميق كبير خالص، ويفصل لي منطقه الحوض اصلا عن البوتاجاز. يعني انا هغسل او هنضف او هبقى بغسل هنا، واللي واقف على البوتاجاز او بيطهي او بيعمل اي شغل مش متاثر باي مشاكل. مش ابقى هنا الحله اليماني مثلا، يعني الكلام ان الحله تكون هنا، السباكه تكون هنا، والبوتاجاز يكون هنا. طبعا رفضت الموضوع دوت نهائيا، ما كانش ينفع ان هو يحصل. لا هنجيب حله كبيره ولا حاجه، الحله ديت ممتازه وهتقضي الغرض وهتعمل كل اللازم، تمام كده. فتحنا هنا الباسكت، الغسالة الجميل، غسالة الأطباق. طبعا لسه الفن هيجي يركب وينظم ويعمل اللازم وزيادة. ركنيات دي طبعا بنتكلم دايما ان هي عادة من الحاجات المهمة قوي، الركنيات العميقة دي اللي هي حرف ال، تمام. يعني انا هفتح الركنية دي على الوضع ده، ما شاء الله استغلال كبير قوي وتخزين كبير قوي، نقدر نخزن فيه بكل سلاسة بدون اي تعب بدون اي مشاكل، ما شاء الله. هنا ما شاء الله عظمة على عظمة على عظمة. الشفاط الجميل التاتش ده، تمام، بسرعاته. نشغل التاتش ده، هنا السرعة 1، طبعا شفط سريع. هنا برضو يعني هنزود ل1 ل2 ل3. وهنا برضو معايا حاجة اسمها ميكس بيفلتر بقى مع نفسه، تمام. لو انا السرعة اللذيذة دي، تمام. وطبعا الاضاءه بتاعته الجميله، ونظافته سهله وبسيطه، نفس نظافه الشفاط التاني، تمام، او الشفاطات التانيه، بالاضاءه الجميله دي. يعني الشفاطات معلش مجرد شفاط كده وخلاص، ده حاجه تحفه فنيه لقطع الديكور، مع ان احنا الدهون هتبقى سهله بالنسبه للمسيح والغسيل. طبعا الازاز ده حراري، يعني ما بيتاثرش بدرجه الحراره ولا بالنار ولا بالكلام ده. هنا قلنا معانا برضو ادراج كبيره عميقه، 3 ادراج كبار. ومعايا هنا برضو مكان للتقسيم المعالق والشوك والسكاكين في المنطقه دي. ومعايا هنا مكان التربو اللي هو الثوم او البصل او البطاطس على حسب استخداماتهم ان شاء الله، تمام. هنا الركنيه برضو فوق الركنيه دي، ركنيه كبيره وعميقه كاستخدام كبير. موضوع الاضاءه دوت في الدور الثالث، طبعا بيرمي على الرخامه بالشكل الجميل ده ما شاء الله. وعملنا برضو اضاءه ثانيه هنا مخفيه ترمي على الرخامه. هنا الاضاءه بسم الله ما شاء الله معمول في المطبخ اضاءات كتير برضو بالنسبه للسقف المعلق او الجبسن بورد، حاجه جميله خالص خالص خالص. عملنا المنطقه اللي فوق كلها برضو من الازاز الفاميه، نظام الدريسنج، وداخلها كلها اضاءات. الغرف مش كبير مش بعيده قوي. هنا منطقه الشفاط، افتح لكم المنطقه دي، تمام. الشفاط طلعناه لفوق ومشينا مع الشفاط برضو للخارج، تمام.
طبعا هنا زي ما شرحنا ان احنا عاملين الرخام على الحوائط معاه بديل الرخام. المكان ده كله ما كانش فيه اي بلاط، احنا اللي مبلطين واحنا اللي مجلدين واحنا اللي مخلصين الفيلم ده. احنا بقالنا 4 ايام شغالين في هذا المكان، 4 ايام على اساس ان احنا هنيجي يوم او يومين، لكن كل شويه بنلاقي في شغل، كل شويه بنلاقي ان في لمسه بسيطه لو اتعملت هتفرق كتير. والحمد لله ربنا اكرمنا وطلعنا تحفه وعظمه وراضيين كل الرضا بصراحه عن الشغل. بصرف النظر عن تعبنا عن شغلنا عن ارهاقنا، لكن بعد ما الواحد بيشوف العظمه والجمال ده بيفرح وبيتبسط. تعالى اوريك الكاميرا الجميله اللي اتعمل فيها شغل واضاءات. اصلا الكاميرا دي كلها مخلوقه بمساحه جديده ما كانتش موجوده خالص. تعالى اشرح لك ما كانتش موجوده ازاي. اولا هنا ده فاضي، سامع معايا؟ المنطقه دي فاضيه، الكاميرا بادئه معايا من فوق، المساحه اللي فوق دي كل المنطقه دي احنا سقطناها وعملنا هنا من خامه الجرين بورد اللي هي خامه المطبخ اصلا اللي ما بتتاثرش بالميه ولا بتتاثر باي مشاكل نهائيا، اللي هي الخامه دي والخامه دي والخامه دي كلها ان كانت اللون الخشابي او اللون نقول عليه اللون الكافيه او اللون الكافيه ده، كلهم ما بيتاثروش بالميه. اغسل نظف اعمل اللي نفسك فيه كله، مش هتاثروا باي مشاكل نهائيا. عايز برضه اوضح لك ان في هنا اضاءه بالنسبه لمنطقه الديكور. هنا فوق المطبقيه عملنا منطقه الديكور الجميله دي، حاجه فخمه كده، تحط فازتين ورد، فازه تحت فازه فوق، هتفرق كتير قوي وقت ما العميله بتاعتنا تيجي تنظم وترتب امورها. منطقه المطبقيه المنطبق اللي هنا ما شاء الله مطبقيه طبعا لاطباق، هنا مكان لنظافه تمام. هنا لو هتغسل مثلا ولا كده، عايزه تنزل الميه مباشر على الحوض هتنزل مباشر على الحوض، عايزه تحبس الميه ما تنزلهاش مثلا هنا محبوسه واي وقت تقدر تنزلها. منطقه الدريسنج ما شاء الله، نظام الدريسنج مع المطبقيه مع الاضاءه عامل فخامه. هنا ضلفتين دولت برضو يمين وشمال كتخزين، حاجه جميله جدا. والله مش واحد مش بيقول جميله جدا علشان يعني يتكلم وخلاص، فعلا الحاجه لو شايفينها بنفس العين اللي انا شايفها حاجه يعني ما شاء الله، حاجه جميله خالص يعني، حاجه تبدع. نكمل كلامنا هنا تمام. هنا عملنا خلقنا مساحه، المنطقه دي اصلا مش موجوده، ده مش حائط، ده كله من منطقه الجرين بورد، دي كلها خامات علشان نقدر ان احنا نحافظ على المنطقه ديت ونطلع لك مساحه البلت ان، عشان شرحت في اول فيديو ان المنطقه دي مفتوحه بعمق داخلي اليوم. النيش ده اصلا كامل مش وراه حائط، النيش ده كامل مش وراه حائط، يعني انت ممكن تشوفه من هنا هتلاقي في فراغ من ورا، علشان اقدر اطلع لك مساحه بسيطه من قدام واقدر احافظ لك على فتحه الباب دي. فتحه الباب ديت ان هي تفتح في المساحه دي، ده ما كانش بالساهل، ده كان بمجهود وتعب كبير قوي، خد له بتاع يومين شغل، يعني 4 ايام في داخل المطبخ بره وجوه، بتفاصيل اضاءه بتفاصيل تكسير وهد وبنى، وبلطنا طبعا زي ما انتم شايفين وعملنا شغل بسم الله ما شاء الله جميل. اخواتي وحبايبي بحبكم في الله، ويعني بكون سعيد قوي وانا معاكم بصراحه، وببقى مش عايز اخلص كلام ومفيش تفصيله بصراحه بحب ان انا اعديها كده بالساهل، لان هي تحت شعار مجهود وتعب كبير قوي لازم تعرفوا تم ازاي. بحبكم في الله، ما تنسوش تصلوا على النبي.